استدعت الشرطة الكندية الشاب الجزائري محمد الأمين بن قداش في ولاية تورنتو بعد بلاغ قضائي ضده. جاء الاستدعاء على خلفية تصريحاته المتعلقة بسفر النساء بدون محرم، والتي اعتبرها بعض النشطاء العلمانيين تهديداً للقيم المجتمعية. ورغم الضغوط، تم الإفراج عنه بعد ساعات من التحقيق دون توجيه أي تهمة رسمية. أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً، حيث تعرض لحملة انتقادات وشيطنة من أطراف ترى في مواقفه تمسكاً بالقيم الإسلامية. بالمقابل، دافع عنه ناشطون رأوا في الحملة محاولة لإسكات الأصوات المحافظة والتضييق على حرية التعبير باسم حقوق الإنسان. تواصلت النقاشات حول تأثير هذه الحادثة على حرية التعبير في المجتمع الكندي، كما بدأ العديد من الحقوقيين في طرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير وكيف يمكن أن تتعارض مع القيم الثقافية والدينية.